نصيحة أقدمها لوجه الله لأسرة المقتول هذا، لأسرة عبد الله الأشول الذي اغتصب هذه المعاقة، هذه البنت المعاقة. هو اغتصب هذه المعاقة في اليمن، بنت الزويكي. نصيحة لكم أسرة عبد الله الأشول، روحوا تنازلوا عن الولد أحمد الزويكي، عن هذا، لأنه أولا قتل ابنكم، قتل عبد الله الأشول، قتل هذا دفاعا عن شرفه، عن عرضه. ثانيا قتله عمره 15 سنة، هذا الولد عمره 15 سنة. ثالثا هو ما جاب القتل على طول هكذا. ابنكم المرحوم، نقول المرحوم، ابنكم بعد ما سوى جريمته واغتصب هذه المعاقة استجن 8 شهور وخرج يهدد انه بيعود اغتصابها. خرج الى منزل احمد الزوكي لباب المنزل، يزيد يهدده، يقول له انا بعمل وبسوي ايش سويت ال8 شهور. الوضع نار، الوضع في المجتمع اليمني نار. اقسم بالله العظيم لن يطرحوه ابن الزويكي، لن يطرحوه. روحوا قدموا تنازل وادفنوا الموضوع. والله اني لكم من الناصحين. روحوا غطوا الموضوع هذا الذي خرج، خلوا ذي عاد ما عرف يترحم على ابنكم. لانه شوفوا اليوم كيف الوضع، شوفوا كم يا ناس بينتقدوه، شوفوا كم يا ناس بيتكلموا عليه وهو في قبره. لا تورثوا يعني لابنائه اللعنه من شعب عنده الشرف والعرض. يعني هذا النار ولا العار ولا النار عنده، فما بالكم يروح يغتصب واحده معاقه. يكفي الى هنا، يكفي هذه اليومتين. اصبح الموضوع راي عام، اصبح الشارع اليمني يولع حريق. يعني القاضي الفتال، هذا القاضي الفتال الذي حكم باعدام احمد الزويكي هذا، اصبح اليوم هدف كل بندق لليمنيين. مثل هذا حطوه نصع. قسما بالله لو انا حاكم باليمن، اقسم بالله لاطرحه نصع. حرام طلق لاطرحه نصع. يقع عبره والغير. كم اهلك من ارواح هذا القاضي، كم اهلك من ناس، كم اتعب يا ناس مثل هذا القاضي الفتال. 99 قاضي عندنا للنار وقاضي للجنه، وعاد بعد الفحص والمفاقده. نصيحة إلى أسرة عبد الله الأشول، روحوا تنازلوا عن القضية واكبسوا الموضوع خرج عن مساره. الشعب اليمني اليوم كله علم، كل الشعب اليمني علم بقضية أحمد الزويكي وقضية أخته التي تم اغتصابها من ولدكم عبد الله الأشول، أو كما يقال الممثل الفنان عبد الله الأشول. سيروا غطوا الموضوع واعتذروا لأسرة الزويكي، قدموا لهم يعني اعتذاراتكم، واعتذروا للشعب اليمني، وغطوا الموضوع وصاحبكم مقبور. ولا حرام انهم ينبشوه من داخل قبره، يخرجوه يزيدوا يعلقوه. عبره لمن يعتبر. بالنسبه لاحمد الزويكي اقسم بالله انه يقلد بوسام الشرف والشجاعه. دافع عن ارضه، دافع عن عرضه، عن شرفه، عن كرامته، دافع عن دمه، عن عاره. إذا الإنسان ما قاتل على عاره يحدث مثل هذا وهو جالس يشوف للمعاد أبواب الحياة. يا رجال حرام لو يدي كلمة إنه لو يدي عليها كلمة وهي جازع بالشارع، حرام طلاق إنه يحق لك تقتله. يكون من كان أي يمني، واحد يكلم أختك بالشارع بكلمة دقة زجه. من أبوه لا يقع ابن سيد ولا ابن جن الجن. من أبوه ما بده هي رصاصة، ما بتسأل بطاقة من أنت. يقعوا عبرة للثواني، الفتالين الثواني. القاضي هذا يشتي له محاكمة. نتمنى من الله أن يحاكم هذا القاضي، يخرج يحاكم هالشعب نفسه، يحاكموا هذا القاضي ويطرحوه نصع وقبروه جنب عبد الله الأشول. نصيحة لآباء الأشول، روحوا غطوا جريمتكم هذه ويكفي لحد ما هانه. الموضوع بيكبر. خرج حكم ابتدائي وقامت القيامة. كيف لو عاد يخرج حكم نهائي أو يعدموه؟ كيف تتوقع وكيف بيقع منظركم أمام الشعب؟ روحوا غطوا فعلتكم وتنازلوا عن الولد أحمد الزويكي واعتذروا للشعب عامة. تحياتي. أنا والله إنما لكم من الناصحين قسما بالله.